آخر مرة عملت تحليل لجسمك إمتى؟ طب آخر مرة عملت تحليل لمحفظتك إمتى؟ في الطب التحاليل الدورية مش رفاهية، دي ضرورة. سكر، كوليسترول، وظائف كلى، وظائف كبد، التحليل بيكشف المشكلة قبل ما تكبر. وكمان محفظتك الاستثمارية برضه محتاجة تحاليل دورية، وأغلب المستثمرين بيعملوا الغلطة دي، يشتري ذهب أو أصل وينساه لحد ما يحصل أزمة ويكتشف إن المحفظة بتاعته مش متوازنة. 3 فحوصات أساسية لمحفظتك كل 3 أو 6 شهور. الفحص الأول نسب التوزيع، كام في المية في الذهب، كام في المية نقد، كام في المية أصول ثابتة، هل التوازن لسه زي ما خططت ولا اتقلب؟ لو أصل واحد بقى أكتر من 40 أو 50% من محفظتك، ده مؤشر إنك محتاج تعدل فورا. الفحص الثاني الأداء مقابل الأهداف، الاستثمار ده عمل اللي توقعته ولا تحت التوقع ولا فوق التوقع. ابني قرار التعديل على الأرقام مش الإحساس. مناسب ليك، ظروفك اتغيرت، اتجوزت، في طفل جديد، تغيير وظيفة، لو يبقى توزيعتك لازم تتغير. في الطب الكشف المبكر بينقذ حياة، وفي الاستثمار المراجعة الدورية بتحمي ثروة. علشان كده لازم تعمل مراجعة كاملة لاستثماراتك كل 3 شهور. اكتب لي دلوقتي في التعليقات آخر مرة عملت تحليل لمحفظتك الاستثمارية إمتى.